تعليق صادم من فينيسيوس جونيور عن العنصرية التي تعرض لها من طرف جمهور فالنسيا. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت تدعم فينيسيوس جونيور فضلا وليس أمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لهتافات عنصرية خلال المباراة التي جمعت فريقه مع مضيفه فالنسيا مساء الأحد في الجولة 35 من الدوري الإسباني، وذلك قبل أن يطرده الحكم في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع بعدما صافح هوغو دورو لاعب فالنسيا الذي حاول قبل ذلك خنق فيني. ونشر فينيسيوس تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها: لم تكن المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني، تعتقد المنافسة أن هذا أمر طبيعي والاتحاد يفعل ذلك أيضا ويشجعه الخصوم. أنا آسف جدا، البطولة التي كانت ملكا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وميسي هي اليوم ملك للعنصريين. أمة جميلة رحبت بي وأحبها، لكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا آسف للإسبان الذين لا يتفقون، لكن اليوم في البرازيل تعرف إسبانيا بأنها بلد العنصريين، ولسوء الحظ ليس لدي دفاع عن كل ما يحدث كل أسبوع. أنا موافق، لكنني قوي وسأذهب حتى النهاية ضد العنصريين حتى لو كان بعيدا عن هنا.